السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة عجينة الطعمية أو الفلافل، وهنعملها بكل التكات بتاعة محلات الفول والطعمية اللي هتطلع معاكي بالظبط زيهم. أكيد اللي عمل العجينة قبل كده حس إن في اختلاف كده ما بين العجينة اللي هو بيعملها، الطعمية اللي بيعملها في البيت، عن بتاعة المحلات. في تكة كده ناقصة، حاسس إن في تكة ناقصة. أنا هقولك على البهار اللي بيحطوه في قلب العجينة، بتخلي ريحة العجينة والطعمية جايبة لآخر الشارع. كمان هنعرف ازاي الطعمية تطلع معانا زي الفل من غير ما تحروق في الزيت، ومن غير ما تشرب معايا كمية زيت كتيرة. كمان هقولك ازاي لو عندك شوية عجينة صغيرين ازاي تقدري تكتري الكمية بتاعتهم من غير ما يأثر على الطعم خالص. يعني العجينة بتاعتك لو حتة صغيرة هتكتر والطعم مش هيأثر خالص. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. اول حاجه من معايا مكونات الطعميه: فول مدشوش، انا الفول دوت كنت نقعاه، وبصل وكزبره وشويه مصري. شويه الفول اللي معايا دولت بحوالي 10 جنيه فول. طب ليه ب10 جنيه فول؟ انا هقولك ليه. علشان انا لما رحت اشتري طعميه، عجينه طعميه، الراجل قال لي اقل حاجه ب10 جنيه. جيت اجيب اللي ب10 جنيه ديت لقيتها حته صغيره خالص، مش عامله لنا حاجه، يعني عامله لنا كده 7 8 طعميات بالكتير قوي. فانا قلت لا، انا هجيب الفول المدشوش ب10 جنيه وهشوف هيعمل معايا قد ايه عجينه. جبت الفول ونقعته مش اقل من 3 ساعات، علشان احنا هنعمل الطعميه في قلب الخلاط، من غير بقى كبه ومن غير مكنه. كمان معايا من مكونات الطعميه التوم. معايا كده حوالي كام فص توم، حوالي 8 فصوص توم، لان التوم عندي كان صغير. لو التوم عندك كبير يبقى 4 فصوص توم. ومش هنحط بصل خالص، لان الاساس في الطعميه الثوم والمصري. كمان معايا 4 أو 5 عيدان من المصري. المصري ده اللي هو اللي بيتحط على العجينه وبيديلها طعم جميل قوي. ومعايا برضو زيهم 5 عيدان كزبره. 5 عيدان و5 عيدان ل10 جنيه. فول مدشوش. 10 جنيه يعني قد ايه؟ يعني ربع كيلو فول مدشوش. تمام. يبقى ربع كيلو فول مدشوش عليهم 4 فصوص توم، عليهم 5 عيدان من المصري و5 عيدان من الكزبرة. بس كده. نيجي بقى بالخطوات، نمشي بالخطوات بقى واحدة واحدة عشان الطعمية تطلع معايا مظبوطة. أول حاجة هناخد المصري وهاخد الشبت الكزبرة، وهضربهم في الخلاط بنص كوباية من المية. نص كوباية المية ما تقلقيش، لان احنا هنصفي كمية الخضرة اللي معانا بمصفى سلك بقى او بمنخل سلك زي ما قدامك كده. وهحاول اصفي المية دي خالص، والمية دي مش هرميها، المية دي اللي هكمل بيها بقية الوصفة، دي اللي هنعمل بيها الفول في الخلاط كمان. هنصفي المية كويس جدا. واول تكة بقى معايا علشان الطعمية تطلع معايا مظبوطة وما تحرقش في قلب الزيت مجرد ما تحطيها، ان الخضرة بتاعتك ما تقباش كتير، يبقى لون الطعمية فاتح. يبقى دي اول تكة نعرفها، الخضرة تبقى قليلة خالص، علشان الخضرة لو كتيرة معاكي مجرد ما هتحطوا الطعمية في قلب الزيت هتتحرق وهتبقى طعمها مش حلو خالص. شايفين كمية الخضرة اللي طلعت معايا؟ شايفين المية دي اللي احنا هنستخدمها. الخضرة ديت قيمتها قد ايه؟ لما فرمتها كده في الخلاط طلعت لي حوالي معلقة كبيرة من الخضرة، بالظبط كده زي ما انتوا شايفين، معلقة كبيرة. هنركنها بقى على جنب وناخد بقى المية علشان نكمل بقية الوصفة. هحط المية في قلب الشفشق بتاع الخلاط، وهنزل عليه بشوية من الفول. هنزل شوية بشوية كده، انا الكمية اللي معايا دي ضربتها على 3 مرات. وهجيب بقى نص كمية الثوم، هحطها تتفرم مع الفول. ودي تكة مهمة جدا، الثوم يتفرم مع الفول، ما يتحطش مع الخضرة، يتحط مع الفول هيديني طعم مميز جدا. بعد كده طبعا عشان احنا بنضربها في قلب الشفشق بتاع الخلاط، فنقلب كده كل شوية من تحت لفوق علشان اللي تتضرب معايا كويس جدا. خلاص هي اتضربت معايا، اول شوية من الفول ضربوا معايا كويس. هجيب بقى المصفى زي ما كنا من غير ما نغسلها، المصفى اللي صفينا فيها الخضرة هي دي برضو اللي هنصفي فيها بقية الفول بنفس الخضرة اللي موجودة فيها.
نفضي كده الكمية كلها من الشفشق ونحاول نعصرها كويس جدا من المية. بس طبعا يعني ما ننشفهاش خالص، نسيب فيها إيه تكة كده من المية، شوية كده من المية يعني تبقى يابسة ما تبقاش ناشفة. هناخد برضو المية بتاعت اللي احنا صفناها، هنحطها برضو في قلب الشفشق بتاع الخلاط، ونعمل نفس الحركة اللي احنا عملناها، نحط عليها برضو شوية من الفول. طبعا لو احتاجت شوية من المية من الحنفية حط لها عادي، مفيش اي مشكلة، لان حتى لو المية طلعت كتيرة شوية كده كده احنا بنصفيها، فمفيش اي مشكلة خالص، مش هتفرق معايا. انا ضربت قلت لك زي ما الكميه دي ضربتها على 3 مرات. حطيت بقى بقيت فصوص الثوم معايا، حطيتها في المره التانية، وزودت شويه من الميه من الحنفيه علشان يسهل معايا ان الخلاط ما يبصي ما يزرجنش معايا، ويخلطهم معايا كويس جدا. خلاص اتخلطوا معايا. تكة بقى تاني تكة لازم تعرفيها، ان الطعمية بتاعتك ما تبقاش ناعمة قوي، حاولي ان هي تبقى فيها نسبة من الخشونة. لو ناعمة قوي مش هتطلع معاكي حلوة، وهتطلع معجنة من جوه. فدي تاني تكة بعد الخضرة، الطعمية يبقى فيها نسبة خشونة. انا عملت ما ضربت شوية الاولين كانوا خشنين شوية، فالمرة التانية طلعوا ناعمين، فكده كده لما اضربهم مع بعضهم كلهم هيشيلوا بعض. كده انا ضربت الكمية كلها معايا زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت عليهم بمعلقة الخضرة اللي احنا كنا شيلناها بقى، اللي احنا كنا صفينا منها المية. نزلت بمعلقة الخضرة وقلبتهم كده كويس جدا مع بعض. شايفين الكمية طلعت معايا كمية معتبرة ازاي؟ ب10 جنيه بس. ب10 جنيه طلعت معاكي الكمية الكويسة اللي انت شايفاها دي. يعني توفير بصراحة، وعاملاها ببيتك وعاملاها بنظافة. نيجي بقى للتكة والبهار اللي بيحطوه، دي تالت تكة معانا، اللي بتخلي الطعمية ريحتها تجيب لآخر الشارع. معايا معلقة من الكزبرة الحصى، ومعلقة من الشمر. هي ده البهار اللي بيحطوه على الطعمية، بيخلي ريحة الطعمية مفحفحة، بيخلي ريقك كده يجري عليها. هناخد كده نقلبهم في بعضهم، وعلى طاسة سخنة على النار نحمصهم شوية كده، نطلع منهم الرطوبة ونقوم واخدينهم على الكبة، نطحنهم ونطحنهم ناعم جدا، وناخدهم هيلا بيلا كده وننزل بيهم على قلب العجينة، ونقلبها كويس جدا. ندخل فيها بقى البهارات، ونظبط طبعا ما ننساش ان هي نظبط الملح بتاعها. يبقى البهار اللي بنحطه على العجينة عبارة عن كزبرة حصى وشمر. بعد ما نطحنهم بناخدهم نحطهم معلقة من ده ومعلقة من ده، نطحنهم ونحطهم على العجينة، ونحط الملح. كده العجينة بتاعتك بقت زي الفل. ان وصلتي معايا بقى لحد كده، ما تنسيش بقى تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما شرفتناش في القناة. طيب، لسه فاضل حاجة بقى. لسه فاضل ايه؟ لسه فاضل لما نيجي نقلي الطعمية ايه اللي بيخليها هشة من جوه ومنفوخة كده زي ما بنشوفها في المحلات. هقول لكم ايه هي التكة دي اللي هنعملها. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الطعمية يبقى لونها فاتح، ما تبقاش غامقة، وده بيبقى من الخضرة. الخضرة ما تبقاش كتير علشان الخضرة هي اللي بتحروقها. تاني حاجة الطعمية معاكي تبقى فيها نسبة خشونة. تالت حاجة نحط البهار اللي احنا حطيناه ده. نيجي بقى الرابع حاجة اللي هي تخلي الطعمية هشة معايا، بيكربونات الصوديوم. حاجة كده شعرة على ايدك زي ما انا حطيت بالظبط كده. حاجة بسيطة خالص، ما نكترش، لان الكربونات في الطعمية هتخليها تفك خالص منك في زيت وهتبوظ. شعرة بسيطة خالص نحطها على الكمية اللي احنا عايزين نقليها ونقلبها. البيكربونات وتحط على الطعمية ساعة ما هتيجي تتقلى، مش لو انت هتفرزيها او تحطيها في التلاجة، لا هتسمر منك وهتبوظ. يبقى هتاخدي شوية اللي هتقليهم تحط عليهم شوية بيكربونات وتقلبيهم، وعلى طاسة سخنة بقى فيها كمية غزيرة من الزيت، ويكون الزيت دافي، وتقلي الطعمية بتاعتك لحد ما تطلع معاكي بالشكل الجميل ده. شايفاها مهاش غامقة ازاي؟ محمرة وشكلها لونها جميل جدا جدا. طبعا لو حابة تحطي سمسم من جوه براحتك. انا جبتها من على الزيت على طول على الصورة قدامكم، حتى شايفين البخار عامل ازاي، شايفين اللون بتاعها جميل ازاي، والطعم بتاعها كان مقرمش جدا. طبعا لو سبتيها كده دقيقتين كده هتشد من بعضها وهتبقى احلى واحلى واحلى.
يعني هي كده جميلة بصراحة، نفس الطعم. حتى أنا ولادي لما كلوها قالوا لي يا ماما مختلفة عن كل مرة بتعمليها، لأن أنا عملتها أكتر من مرة لحد ما وصلت للنتيجة دي، ووصلت فعلا لنفس الطعم اللي بشتريه من بره. دي الطعمية فتحت لكم واحدة تانية شايفينها عاملة ازاي. طبعا دي بعد ما سبتها ايه كده دقيقة كده بعد ما خرجت من النار، هشة وجميلة وزي الفل. طيب، دي الطعمية، عجينة الطعمية من غير الإضافة اللي احنا قلنا هنزود بيها كمية الطعمية أو كمية العجين. طب ايه الإضافة بقى باقي معانا؟ عرفنا طبعا التكات اللي بتخلي الطعمية تطلع كويسة معانا كده. وصلت الطعمية معاكم زي الفل كده، تبقوا أستاذة فيها. نيجي بقى للتكة اللي هتزود معايا كمية العجينة. لو طبعا حابة تزودي العجينة، لو هي حتة صغيرة معاكي وحابة تزودي رغيف عيش، رغيف عيش بلدي من اللي هو موجود، كله موجود في بيوتنا كلها. هناخد كده جزء منه، مش هناخده كله يعني، اي حتة منه ظهره ووشه مش هتفرق. هنقطعه طبعا قطع صغيرة. وطبعا التكة دي برضو تعمليها وقت ما هتيجي تعملي تقلي الطعمية. يعني لو هتفرطيها او هتعينيها في التلاجة ما ينفعش تعملي التكة دي عشان ما تبوظلكيش العجينة. التكة دي هي وتكة البيكربوناتو يتحطوا ساعة ما هتيجي تقلي الطعمية. خلاص حطينا العيش، هنيجي بقى فاكرين مية المية اللي طلعت من العجينة بتاعت الطعمية مليانة نشا ازاي، هناخدها نحطها عليها. هنحط شوية مية كمان عليها ونحطها. طب ينفع بمية من الحنفية نبل العيش بمية من الحنفية؟ ينفع، ينفع. بس انا كان عندي طبعا المية دي فقلت خسارة ان انا ارميها، لا هحطها تبوش لي العيش. انا عايزة العيش يبوش، يبقى طري خالص. هحط كمان شويه من الميه. طبعا لما تيجي تعملي وما عندكيش الميه بتاعه الطعميه دي، حطي ميه من الحنفيه. انا بحط ميه من الحنفيه، بس طالما كانت عندي الميه بتاعه الطعميه فقمت حطها عليه. خلاص العيش باش. جبت بقى معلقه كده من العجينه، وهجيب معلقه من العيش اللي احنا مبوشينه بالشكل ده، هحطها عليه. هحط كمان نص معلقه على فكره، يعني انا قلبت الكميه دي وحطيت كمان نص معلقه. مش هيبان معاكي عيش خالص، لان العيش بايش خالص، بايش ومصفي طبعا. انا حطيت كميه قليله من الميه، فعشان كده العيش شربها. لو انت حاطه كميه كبيره من العيش، صفي العيش، صفي العيش كده بايدك قبل ما تحطيه علشان ما يبوشلكيش خالص العجينه، صفيها. بس طبعا كميه العيش كانت يعني شاربه كميه الميه، حاجه بسيطه ماهاش بايشه. هقلبها كويس جدا، وهحط عليها برضو شويه بيكربوناتو، وهاخدها بنفس الطريقه ديت واقليها في قلب الزيت. هتطلع معايا طعميه زي الفل ومش هتفرقيها خالص. بصي هي تبقى فيها فرق بسيط عن الطعمية اللي ما فيهاش العيش. ادي الطعمية اللي ما فيهاش العيش، وادي الطعمية اللي احنا زودنا الكمية بتاعتها بالعيش. هفتحها لكم من جوه، شايفينها عاملة ازاي؟ اي نعم. بصي هي ايه فرق سيكة كده عن ايه الطعم عن الطعمية اللي ما فيهاش عيش. ممكن تحطي برضو في ديت شوية من البهار اللي احنا حطيناه في عجينة الطعمية عشان يزود لك النكهة ويغطي على طعم العيش. هو ما فيهاش طعم عيش خالص، بس عشان توصل لنفس التست بتاع الطعمية اللي ما فيهاش عيش. هو تست بسيط خالص، يعني مش هتفرقيه. اللي هياكل دي عندي مش هيفرقها غير اللي عارف. يلا جربوا الطعمية بنفس الطريقة وبنفس التكات وبنفس الخطوات. أهم حاجة تمشي بنفس الخطوات عشان الطعمية تطلع معاكي ناجحة وزي الفل. وإن وصلتوا معانا بقى لحد كده، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتحطوا لنا لايك لو عجبتكم الوصفة بتاعتنا. وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.